ازاي تكون بياع شاطر بارت 7. بص بقى، انا جايلك النهارده بحاجه حرفيا ما بتطلعش غير الغاليين، وهي ان حضرتك تعمل اوفرز للناس اللي هيجوا يشتروا منك. تمام؟ يعني ايه اوفر؟ يعني مثلا طب انا الحاجه دي هي ليها سعر معين، مش هقدر ان انا اقلل في السعر، انا ما قلتلكش اقلل في السعر، بس اعمل اوفر. تلاقي ان اغلب المحلات الموجوده في المولات بيعملوا حاجه لطيفه جدا، يقول لك ايه؟ باي 1 جيت 1. حلو. هل هم فعلا بيخسروا؟ يعني هو في حد عايز يخسر فهيديك حاجه مثلا ب 300 جنيه ويديك حاجه تانية عليها ب 300 جنيه ومش هياخد 300 جنيه واحده؟ لا، مفيش حد هيعمل كده. ولكن كلمه اوفر نفسها احنا كمصريين بتشدنا، فعلشان تبقى بياع شاطر لازم تعرف ايه الكلمه اللي بتشد الزبون. فالكلمه اللي بتشد الزبون في مصر دي اهو غششتها لك، قلت لك كلمه اوفر، عرض، خفض، واحد خد عليه واحد هديه. هل انا فعلا يعني مثلا هخسر 300 جنيه في الحاجه الواحده او حاجه زي كده؟ محدش قالك كده خالص. هما بيغلوا في سعر القطعه الاولى عشان لما انت تيجي تشتري القطعه التانية يبقى خسارتهم او مش خسارتهم، يبقى هما عملوا اوفر بسيط ليك. فبالتالي اشتغل دايما على مبدأ الاوفرز واعمل اوفرز كويسه للمنتج بتاعك.